نشكر الشعب الجزائري ولن ننسى قول الرئيس الراحل هواري أبو مدين: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. الجزائرية وبتبرع كريم من مجموعة أطباء بلسم الجراح يتم اليوم إعادة ترميم المستشفى الجزائري الذي أنشئ بتبرع من جمعية علماء المسلمين في الجزائر، والذي تم تدميره من قبل الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحرب المسعورة. اليوم تقوم جمعية البركة الجزائرية إعادة ترميم قسم الطوارئ وقسم الرعاية الأولية لخدمة أبنائنا النازحين والمكلومين. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي وباسم إدارة المستشفى الجزائري نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى دولة الجزائر الشقيقة قيادة وشعبا